بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب. بتمنى نحركم لايك وشير ونشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب فضل وليس أمرا. نشترك في القناة بعد إذن حضراتكم. خرج نادي الزمالك من كأس مصر على يد نادي سيراميكا كليوباترا. والحقيقة يا جماعة نادي سيراميكا ما شاء الله، يعني أداء ولا أروع. الكابتن علي ماهر بيقدم مستويات ما شاء الله. كنتش اتفرجت على سيراميكا يعني بقالي فترة، ولكن النهاردة أنا بشوفهم أمام نادي الزمالك. لا لا يا جماعة، يعني وجهة نظري أحسن فرقة في الوقت الحالي في مصر بتقدم كورة والله. حرفيا لعبة ونقلة، لعب من لمسة واحدة، خطوط متقاربة، اللعيبة كلها مقربة لبعض. لا لا، شابوه كابتن علي ماهر، حرفيا والله شابوه. كابتن علي ماهر بعد الأداء اللي بيقدمه وبعد الخبرات اللي اكتسبها، لا أنا شخصيا بتمنى الكابتن علي ماهر أشوفه مدرب للنادي الأهلي. طبعا في ناس هتستغرب الكلام ده، وفي ناس هتقول لا يا عم أنت بتقولي. لا حرفيا أقسم بالله كابتن علي ماهر يا جماعة عالي أوي فنيا ما شاء الله. وصل لمرحلة نضج تدريبي واضح للجميع وباين لأي حد. لا، كابتن علي ماهر شابوه. ونادي الزمالك ولاعيبة نادي الزمالك ما تقدرش تلومهم، ما تقدرش تلومهم، لا لعيبة معلش ولا جهاز فني، مع احترامي للعيبة ومع احترامي للجهاز الفني. فرقة ما عملتش صفقات، فرقة عندها 11 ايقاف قيد، ما عندهمش يعني، بيلزقوا بمعنى الكلمة. دي ناس بتلزق. فلا والله يعني ما تقدرش تلومهم، ما تقدرش تلومهم. المباراة ما كانتش احسن حاجة، ولكن الزمالك كان لسه لاعب مباراة من يومين او اقل من يومين. فلا ليهم عذرهم والله، ليهم عذرهم ومعذورين. ولكن يعني الحق يتقال يا جماعة، لا فرقة سيراميكا انا شخصيا بتمنى ان هي تفوز بكأس مصر. بالأمانة فرقة تستحق والله، عندهم لعيبة والله، عندهم لعيبة كتير جدا. يعني عندهم عمرو السولية، عندهم عمر كمال، عندهم بالحاج، عندهم لعيبة كتير جدا. محمد عبد الله اللي كان بيلعب في النادي الأهلي. لا عندهم لعيبة كتير جدا يا جماعة. نادي سيراميكا بيقدم مستويات رائعة. ألف مبروك لنادي سيراميكا وجهازه الفني، وهارد لك لنادي الزمالك وجماهيره ولاعبيه ومجلس إدارته. ولكن أيوة بقى مجلس إدارته في الوقت ده ما تقدرش تنتقد أي حد غير مجلس الإدارة، ما تقدرش توجه أي حاجة لأي حد غير مجلس إدارة نادي الزمالك بس.